بكم في فيديو جديد. هذه المرة مع دوري السعودي، دوري روشن، الجولة 11 بين فريق الفيحاء يستقبل فريق الأهلي السعودي الذي يلعب فيه اللاعب الجزائري رياض محرز، حيث يتفوق في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء بفضل رياض محرز من ركلة جزاء. نشاهد اللقطة التي تحصل بها رياض محرز على ركلة جزاء. رياض محرز يتحصل على ركلة جزاء بطريقة ذكية قبل أن يتولى هو نفسه بتسجيل الركلة، وبالتالي هدف مقابل لا شيء لفريق الأهلي السعودي. النتيجة بفوز فريق الأهلي فإنه يصعد بذلك إلى المركز السادس. أما فريق الفيحاء فهو موجود حاليا في المركز السادس عشر ب7 نقاط، وفريق الأهلي في حال الفوز يصل إلى 17 نقطة في الجولة 11. كما لا تنسوا مشاركتنا آراءكم في التعليقات والإعجاب بالفيديو، اشتراك في القناة لتتواصل بكل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.